في شهر يونيو سنة 1956 اشترت إسرائيل من بريطانيا المدمرة إيلات، والمدمرة ده عزيزي المشاهد بتبقى من أهم القطع في الأسطول البحري، وبتكون سريعة وعندها قدرة عالية على المناورة، غير إنها كمان بتتسلح بصواريخ بحر جو اللي ضد الطيارات، وصواريخ بحر ضد المدمرات التانية أو أي قطعة بحرية تانية، وأنابيب توربيد للحرب ضد الغواصات كمان. ده غير كمان إنها بتحتوي على مدافع كتير رشاشة. المهم عزيزي المشاهد، بعد ما إسرائيل اشترت المدمرة سنة 56 جه بعدها الرئيس جمال عبد الناصر أمم شركة قناة السويس، فحصلت المؤامرة الشهيرة ما بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا اللي اتسمت العدوان الثلاثي على مصر. وطبعا شاركت المدمرة إيلات في الحرب دي، وقدرت تساهم في الاستيلاء على المدمرة المصرية واللي كانت ملقبة باسم إبراهيم الأول. وبعد ما استولت عليها إسرائيل غيرت اسمها وسمتها حيفا. لكن بعد كده زي ما انت عارف عزيزي المشاهد ان العدوان الثلاثي فشل وكل دولة انسحبت. فهننط بالتاريخ شوية من سنة 56 لسنة 67، وتحديدا في ليلة